هزيمة الفريق في مباراة المحلة. ودي اسلام فؤاد مش تسلل، يسند المنوفي لاسلام فؤاد. كده جول، كده جول، كده جول، جول جول اسلام فؤاد. الله عليك، تسلم رجليك يا اسلام، تسلم رجليك يا ابني، وليك مني تعظيم سلام. بهدف في الدقيقة 17 من عمر هذا الشوط عشان يتقدم الرجاء على انبي بهدف مقابل لا شيء. بعد مرور 17 دقيقة يتقدم فريق الرجاء عن طريق اسلام فؤاد اللي له هدف قبل كده في مرمى الانتاج في مباراة خسرها فريق الرجاء بهدفين مقابل هدف واحد في الاسبوع الثامن. اضطراري في صفوف فريق انبي بخروج يحيى حامد مصاب واشتراك احمد السعيدي. ودي ركلة جزاء اعطيها فهيم عمر لفريق انبي. ادي ركلة جزاء لفريق انبي. نشوف الوقت حضراتكم ثانية بثانية ودقيقة بدقيقة، ونشوف ركلة الجزاء لفريق انبي. مين هيسدد، مين هيصوب، واحمد خطاب هيعمل ايه؟ 1-0 النتيجة. أسامة. ادي ركلة جزاء لانبي، مواجهة بين أسامة رجب واحمد خطاب. يقدر يتعادل قبل نهاية الشوط أسامة رجب. ادي أسامة وخطاب، أسامة رجب، أسامة وهوبا جول، جول أمامية مش تسلل. تامر يروح للجول، تامر يروح، اسلام جول. مانو في مرماه، مانو في مرماه. يتقدم قبل انتهاء الشوط الأول فريق الرجاء. اسلام فؤاد ضاغط، مانو ضاغط، يسجل مانو في مرماه، والنهارده بيسجل أسامة رجب في مرماه. كان سجل في لقاء الاهلي مانو في مرماه، فاز الاهلي بهدف المقابل لا شيء. اسامه رجب يتقدم لفريق الرجاء بقدمه في مرمى محمد عبد المنصف. 2-1 النتيجه. يقطع كويتيه. قلت لحضراتكم النجمات المرتده اسامه التماس واتحط داخل منطقه الجزاء. جول بكل قوه يا ولد يا لعيب، بكل قوه. ديفونيه واول اهدافه هذا الموسم مع فريق انبي. شوفوا حضراتكم